اهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا جماعة سبحان الله، سبحان مقلب القلوب. سوى المصري في القصة المعروفة بين ليلة وضحاها تابت، وإن شاء الله توبة نصوحة لن تعود بعدها أبدا. الشاهد فعلا أهم حاجة حسن الخاتمة. أنت ممكن تعيش طول عمرك على طاعة يعني، ولا قدر الله خاتمتك تكون خاتمة سوء، والعكس. المطلوب مفيش حد فينا يغتر بطاعته، ودايما يطلب الله سبحانه وتعالى أن يرزقه حسن الخاتمة، ودايما يبص لنفسه على حقيقتها، ولا أعماله على حقيقتها. نفسه وأعماله حقيقتها التقصير. أنت عارف مش عارف، دي مشكلتك أنت، لكن حقيقة التقصير. ودايما يبص لأهل الذنوب ويقول الحمد لله الذي عافانا. ما يبصلهمش من حيث ان هم انت احسن منهم وهم، لا، ما تعرفش الخاتمه تبقى في صالح مين. فدايما تنظر الى المعاصي ويقول الحمد لله الذي عافانا. تنظر لنفسك دايما تشعرها بالتقصير، لان حقيقتها مقصره. شكرا جدا لكم.